كان يا ما كان، حتى كان الحبق والسوسان، والملك مالك الرحمن، ونزيدو نصليو على نبينا العدنان عليه الصلاة والسلام. هذا جحال مطور كان تيملك دار، قول قصر بالمنظر تتبهر. هذا اللي داز وشاف وعلى جنابها طاف، ولكن اللي كتاب له دخل عينيه توحل في السقف والجناب وفي عجايب البواب، حيت كل صانع فنان ما خلف جهده من زخرفة وألوان، وعاد الخصص وصناف الورد. المهم قطعة فنية يعجز يوصفها اللسان. هاد الدار العجيبة جحا عملها منزه للناس الكبار، حيت ولا من صحاب الموال، وكان كل شي على وناسته عوال. وشي مرة دخل عنده واحد من العيان، وغير شاف ما تشاف صبح متيم ولهان، وهو يقول لجحا هاد الشي عندك تيفتن، واش تبيع ولا ترهن؟ وهو جحا يرد عليه أسيدي الحاجة اللي ما تباع ما تشرى حرام، والرهين ما يحقق دوام، وخا كلمة نبيعها ما كانت ليا في الأحلام. يلا هيدي التاجر عطاه تامان، وجحا يرفض، ومن هضره حتى ولات بصح، ودخلوا المعقول والصح. منين حس جحا بتمن بحال اللي طاح عليه من السما، حيت قبل يبيع وفي نفس الوقت ما سخاش بالمكان. ولكن هيهات على جحا فنان في الحيلة، وعنده لكل مشكلة وسيلة، وهو يقول ليه أسيدي الله يربح تستاهل، وانا الله يصبرني على فراقها. وهنا التاجر يرد عليه يا جحان العزيز، مرحبا بك في كل وقت وحين، ونلقاو بلا جلستك فين. قال له جحا أسيدي هاد مرحبا بغيتها تكون بالقانون، ما عندي ما ندير بالكلام المدهون. هو يقول له التاجر انشوفوا اللي يعزف ليك مرحبا بالقانون. وهنا قال له جحا أسيدي قاع لا تعد براسك، اللي غادي يعزفها كاين هما العدول. التاجر قال له كيفاش؟ وضح ليا ما فهمتش. وهو يقول له جحا اجي معايا لوسط الدار، تبعني وشوف هاد المسمار اللي في هاد الحيط. قال لي راني شفت. ايوا. قال له جحا يعني مبروك عليك الدار الا هاد المسمار. قال له التاجر هاد المسمار وكان؟ قال له كان، ولكن كل شي توثق عند العادل. رد عليه التاجر غدا يوصلوا لك فلوسك. وجاوبو جحا وغدا نخوي لك الدار وعافاك تهلا في المسمار. هذا ما كان من قصة المكان اللي تباع، وخبارو شاع بين الكبير والصغير. والتاجر فرحتو ما ليها نضير، حتى داز القليل من الايام وجحا قصد دارو القديمة في نزول الظلام، وهو هاز في يديه طرف من الجيفة تجيف بريحتها الكريهة، واللي ما ينفع معاها لا طيب ولا نواعد الريحة. الخادم حل وجحا دخل، والتاجر وحل. منين شاف جحا قصد المسمار اللي مرشوق في الحيط، وعقد الجيفة بخيط ودلاها. ومنين مول الدار تارو استنكر قال ليه جحا يا صاحبي تفكر باللي وصيتك على المسمار نعلق فيه الغزال ولا الحمار. وهنا التاجر بردلو الماء في الركابي، وبقى على يديه ورجليه حابي حتى دخل البيت. وتقول ضربو عفريت مرض شهر بالتمام، وغير دازت ايام وهو يعاودها. والتاجر تيتفقس ويعبس، ومنين وصلت فيه العظم تقلق وطلع له الدم. قصد قاضي البلاد وقدام ساير العباد، حكم لصالح جحا حيت العقد صريح، والمسمار صحيح ما يطيح. وما بقى عند التاجر غير حل يتهنى ويفك عليه هاد المحنة. قال له جحا بشحال تبيع؟ جاوبو التاجر بتمنها اللي شريتها به منك. قال له ما نعطيك حتى الربع. قال له التاجر كاين اللي يشريها. قال له جحا الله يربح، الشاري جديد المسمار تابعه. وبالفعل حتى واحد ما قد يشري. وفي ديك الساعة التاجر مسكين باع الدار اللي خردلاته بطرف شنق، حتى ولا قريب يولي حمق، وما في لسانه غير الدار المسمار، المسمار الدار. وهكذا جحا رجع دارو بفضل مسمارو، وبقات مثله على ساير الايام فهامه وكلام بمعاني واضحه، والكل زمان صالحه. مسمار جحا حكايه ما تمحى.